انما السؤال اللي عندي الحقيقه هو فيما يخص مديريه امن سوهاج. امن سوهاج امبارح القى القبض على 14 شخص، منهم 10 فتيات. فاستوقفني عنوان، وده منقول على وكاله أونا الاخباريه الحقيقه، وده بيؤكد مصداقيه الخبر. يعني العنوان بيقول ايه؟ امن سوهاج يسلم 10 فتيات من اللاتي تم القاء القبض عليهن في تظاهرات الاخوان الارهابيه الى اولياء امورهن نظرا لظروفهن الاجتماعيه والدراسيه. انا ما فهمتش الحقيقه. يعني انتم بتقبضوا دلوقتي على اللي بيشاركوا في المظاهرات، هتروحوا تسلموهم ولا المفروض تنفذوا عليهم القانون؟ فين الحبس 5 سنين وفين الاعدام للي يقود المسيره والكلام ده كله؟ انا مش ضد ان احنا نراعي ظروف الناس، بس انا ضد ان الناس نفسها ما بتراعيش ظروف نفسها. يعني انا دلوقتي خدت قراري وطالع اخرج في مظاهرات رغم كل بقى اللي انا سمعته ان دي جماعه ارهابيه والمظاهرات دي مش مسموح بيها ومش ما لهاش تصريح، وجماعه ارهابيه يعني اللي هيشارك في المظاهرات ده هياخد 5 سنين حبس وهلم جره من قرارات. فانا بالتالي عندي الوعي الكافي ان اخد القرار، اطلع اشارك ولا ما اطلعش اشارك. طلعت اشارك يبقى حق الامن ان هو يقبض عليا، انما يقبض عليا ولا يقبض على بنات او على رجال ويقوم مسلمهم لاهلهم نظرا لظروفهن الاجتماعيه والدراسيه. طب هم ما حطوش ده في الاعتبار ليه في المقام الاول؟ الطالبات اللي خرجوا دول ولا الفتيات اللي خرجوا دول؟ وبعدين اشمعنى سلم دول؟ طب ما انا ابص بقى كمان للحاله الاجتماعيه والدراسيه للشبان كمان، ولا هم دول عشان بنات؟ القانون ما بيفرقش، القانون يتنفذ على الكل، يتنفذ على الكبير قبل الصغير، على الطفل وعلى الشاب وعلى الرجل المسن. طالما خرق القانون، طالما ما احترمش القانون، طالما عارف تداعيات اللي هو القرار اللي هو بياخده ده وما راعاش ظروفه. يعني الطلبه اللي بيتقبض عليهم مثلا دول، طب ما دول حياتهم الدراسيه ممكن تتدمر، هاجي انا طبطب عليهم؟ طب هم ما حطوش ده في اعتبارهم في المقام الاول ليه؟ فالحقيقه اتمنى انه مديريه امن سوهاج يعني حد يتواصل معنا عشان يفهمنا ايه السبب ورا تسليم فتيات الى اولياء امورهن، ويعني ايه لظروفهن الاجتماعيه والدراسيه. اعتقد ان ده سؤال محتاج اجابه، فاتمنى ان هم يتواصلوا معنا.